السلام عليكم، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم طريقه زوينه بزاف لتحضير الدجاج المقلي، احسن ملي كنشريو في المطاعم. كيجي فتي من الداخل ومقرمش من برا ولذيذ بزاف. المكونات اقتصاديه وطريقه التحضير جد سهله. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كنحتاجو كميه ديال الدجاج من الجهه اللي بغيتو. انا اختاريت فقط السيقان ديال الدجاج والجناوح ديالو، غسلتهم بالحامض والملحه. من قبل هنا خديت معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه ديال البزار، ونص معلقه ديال السكينجبير. وغادا نزيد شويه او نص معلقه ديال القزبر يابس مطحون، وجوج فصوص كبار ديال الثومه خديتها هنا عصرتها بهاديك العصاره اولا تحكوها اللي بغيتو. غادا نزيد كميه ديال زيت الزيتون غير باش نخلط العطريه، ومن بعد غادا نزيد عصير ديال نص حامضه. صافي هادي هي الشرموله اللي غادي نحتاجو باش غادي نشرمل الدجاج. غادي نخلطها كامله وغادي نزيد على الدجاج نحاول نشرملها به كامل. من الاحسن تخليوه هكا في الثلاجه شي ساعه قبل، اولا ديروه بالليل وتطيبوه في الصباح باش يتشرب هذيك الشرموله وتدخل فيه من الداخل. هنايا غادي ناخذ الكسكاس، حيت اول حاجه غادي نفورو ومن بعد عاد نقليه. هنا خديت الكسكاس ديال البرمه وسخنت الماء من قبل. غادي ندير الدجاج كامل، صافي غادي نفورو تقريبا لمده 20 دقيقه. بطبيعه الحال تغطيو عليه يا اما بالغلاقه ديال البرمه اولا ببابي الومنيوم اللي عندكم. هنا غادي نوجد المقادير اللي غادي نقلي بهم الدجاج. هنايا عندي شويه ديال الفورص، جوج بيضات، وشويه ديال لاشافلور. هنا الفورص والبيض زدت عليه كميه ديال الملحه والبزار وسكينجبير غير باش نسمهم. صافي غادي نخلط هذيك التوابل اللي درت، ونحاول هكا نطرب البيض غير بالفورشات بحال هكا نخلطو. وهذا هو الشكل ديال الدجاج بعد ما طاب. كيف شفتوا كيتشرب هذيك العطريه مزيان وكيجي فتي هكا سما قليل نيشان. هنا غادي ندوز الدجاج اول حاجه في الفورص، ومن بعد غادي ندوزو في البيض. نحاول نحيد هذاك الفائض ديال الفورص، نحاول ما امكن نحيدو بحال هكا. وغادي ندوزو في البيض. ومن بعد غادي ندوزو في لاشابلور. لاشابلور كيف شفتوا راه منسمه وغليظه. هاد لاشابلور اللي عندي تقدروا تستعملوا اي نوع لقيتو. هنا خديت الزيت من بعد ما سخنتها كنقص البوطه. ضروري تنقصوا البوطه، ما تخليوش مجهده حيت راه دغيا كيطيب دغيا كيتحمر. نحاولوا نقصوا عليه البوطه تكون هكا العافيه متوسطه. صافي وغادا نبقى نقلي فيه وكنقلب الجوانب كيف شفتوا. هذا هو اللون اللي خصو ياخذ. وغادا ندير نفس الطريقه حتى مع الجوانح حتى هما. وهذا هو الشكل النهائي
بعد ما قليتهم قدمتهم مع البطاطا. كيف شفتو كيجيو مقرمشين وطيبين حتى من الداخل، لذاذ بزاف. الا جربتهم اكيد غادي يعجبوكم. كترافقوهم هكا مع سلطه ديال الرز اولا ديال الخضار ولا سلطه ديال ليشو اللي بغيتو. نتمنى تجربوه ونالوا اعجابكم. الى اول مره كتشوفوا هاد لاشين ما تنساوش تابوناو ودعموني باللايكات ديالكم. ما بقى ليا غير نقول لكم خليت لكم الراحه بسلامه.